السلام عليكم. هيا نتعرف على موعد قرعة دوري 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة وما هي الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة. ربما تبدأ الإطار الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دوري 16، حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين. يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي. وتبدأ المواجهات الحاسمة من المسابقة نحو اللقب الأغلى على مستوى بطولة الأندية الأوروبية. وتتحدد مباريات دوري 16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنستعرض معكم موعد قرعة ثمن النهائي وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد. انتهت مباريات دوري المجموعات يوم أمس يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وستقام القرعة إن شاء الله يوم الاثنين في 7 من هذا الشهر. يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادة عبر شبكات قنوات بي إن سبورت، وتحديدا القناة الإخبارية المفتوحة. كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر اليوتيوب. هيا نتعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري 16 من دوري أبطال أوروبا. نظام القرعة لهذه السنة يتم تقسيم الفرق إلى فئتين: الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة المجموعات، والثانية على أصحاب الوصافة. ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دوري 16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور. بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهة مع أصحاب الوصافة. ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دوري 16 لدوري أبطال أوروبا يوم 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي أي يومي 21 و22 من الشهر نفسه. أما مباريات الإياب فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 من مارس 2023، ويختتم دور 16 من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 من مارس من ذات السنة. إن شاء الله في هذا الفيديو سنجري قرعة عشوائية لأبرز المواجهات التي ستسفر عنها هذه القرعة. إذا بالنسبة للقرعة إن شاء الله ستكون على هذا الشكل، يعني سيقوم بالكمبيوتر بالفرز العشوائي للفرق كما تشاهدون، فرق المستوى الأول والفرق التي احتلت الصدارة في المجموعات. إذن الفرق التي توجد في هذا المكان هي الفرق التي تأهلت كمتصدرة لمجموعتها، فيما هذه الفرق هي الفرق التي احتلت الوصافة في مجموعتها. يعني الآن سنقوم بالسحب في هذا الإناء الذي يتوفر على الفرق التي تأهلت كوصيفة في المجموعات. إذن سنقوم بسحب عشوائي. هنا يعني فرانكفورت الألماني، سنتعرف على الفريق الذي سيواجه فرانكفورت. بطبيعة الحال لا يمكن أن يواجه فريقا ألمانيا، وكذلك يعني الفريق الذي كان يتنافس معه في نفس المجموعة. إذن فرانكفورت ونابولي أول مواجهة. سننتقل إلى السحب الثاني أو المواجهة الثانية، باريس سان جيرمان الفرنسي. بطبيعة الحال هو الفريق الفرنسي الوحيد لا يمكنه أن يواجه فريق بنفيكا الذي تواجد معه في نفس المجموعة. باريس يعني يواجه توتنهام الإنجليزي. إذن سنقوم بسحب فريق آخر، والمواجهة الثالثة انترناسيونالي الإيطالي. يعني لا يمكن أن يواجه أو لا يوجد أي فريق إيطالي في هذا الإناء الذي يعني يتوفر على الفرق التي تأهلت كمتصدرة للمجموعة. إذن سنقوم بسحب عشوائي آخر، انترناسيونالي تشيلسي الإنجليزي. مواجهة قوية أيضا، يعني شبيهة بمواجهة باريس سان جيرمان وتوتنهام. يعني كل المواجهات في هذا الدور ستكون مواجهات صعبة بالفعل. سنقوم بسحب آخر للمباراة الرابعة،
المباراة عندنا الفريق كلوب بروج البلجيكي المتأهل كمتصدر للمجموعة أو كوصيف عفوا. سنقوم بسحب الفريق الذي سيواجه كلوب بروج البلجيكي بايرن ميونخ الألماني. مواجهة صعبة لكلوب بروج، صعبة على كلوب بروج. بايرن ميونخ يعد من الفرق المرشحة للفوز بهذه الكأس الغالية رفقة ريال مدريد ومانشستر سيتي. إذن سنقوم بسحب فريق آخر يعني عن هذا الإناء الفرق الوصفة. إذن ميلان الإيطالي، سنتعرف على الفريق الذي سيواجه فريق ميلان، هل بنفيكا، ريال مدريد، مانشستر سيتي أو بورتو البرتغالي. إذن ميلان سيواجه فريق بورتو البرتغالي. مباراة صعبة أيضا، صعبة جدا مباراة بورتو وميلان، يعني بورتو أقصى أتلتيكو مدريد من المنافسة. سنتعرف على المواجهة الأخرى، يعني سنسحب الفريق الآخر. فريق بروسيا دورتموند الألماني سيواجه، يعني بروسيا دورتموند لا يمكن أن يواجه فريق مانشستر سيتي بكونه تواجد معه في المجموعات. إذن يا إما سيواجه ريال مدريد أو فريق بنفيكا البرتغالي. سنتعرف على الفريق الذي سيواجه دورتموند، سيواجه فريق ريال مدريد. إذن دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني. مواجهة صعبة كذلك، صعبة جدا. نعلم المواجهات الإسبانية الألمانية تكون مواجهات صعبة. سنتعرف على الفريق الآخر والمواجهة الأخرى. يعني عندنا إذن كما هي، يعني كما تشاهدون، يعني الحاسوب قام بسحب أوتوماتيكي لهذه المواجهات. يعني عندنا الفريق ليفربول يواجه بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي يواجه فريق لايبزيج الألماني. سحب القرعة العشوائي عن طريق الكمبيوتر يعني أسفر عن هذه المواجهات التي تشاهدونها أمامكم. يعني كما تعلمون يعني قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يعني الفرق التي احتلت صدارة المجموعة هي يعني من يعني ستلعب المباراة الأولى خارج ميدانها على أن تستقبل في المباراة الثانية. إذن نلتقي إن شاء الله بعد إجراء القرعة الحقيقية. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد.